عربيه دي ميكس تمام. فيها مشكله في عمود يعني في الألسيه دي الفتيس بيجيب زيت على طول. قالوا له عمود الكردان قصير، طول عمود الكردان وهو الموضوع. بص يا باشمهندس، ايه صلى على الحكايه دي بقى عليه الصلاه والسلام؟ النبي. عمود الكردان ده طبعا هو بيجيب زيت من الألسيه دي الفتيس بتاع ديل الفتيس، اللي هو الناس كتير بتسميه ديل الفتيس، وناس بتسميه ديل المدفع، وناس ماشي، بتسميه حاجات كتيره، الصاروخ، مسميات كتيره. مسميات كتيره. عامة احنا هنتكلم على ديل الفتيس. ايه هو ديل الفتيس؟ ديل الفتيس ده اللي هو المدفع اللي راكب في ظهر الفتيس من ورا خالص. تمام. المدفع ده او الصاروخ ده او زي ما الناس بتسميه، او ديل الفتيس زي ما الناس بتسميه، المشرشر بتاع عمود الكردان. تمام. ليه برضه متسميات كتيره؟ بيبقى فيه جلبه في ديل الفتيس نفسه، فيه جلبه بتبقى ألمونيا وضع بلادها. تمام. وضع بلادها. تمام. لسه المشكله دي حاصله معايا في عربيه 22، ما بقالناش بالظبط بتاع 15 يوم. ما بقالناش بتاع 15 يوم. طبعا لما طلعنا الكردان بصينا، هات لي احنا ممكن نجيب لك عمود كردان ونوري لك الدنيا كان فيها ايه. يا ريت، انا بس بحب عايز اشرح. اسخن عشان انا سقعان، فعايز بقى احس ان انا انا قاعد بتلج. خلي بالك بتكتك يعني. سامعين ان انا سناني عماله تعمل كده يعني انا هنا في السنورس هنا بص يا وفي باشا. الصحراء اهو. معلش هنعمل ايه بقى، هو عادي. الجو عندنا واسع كده. لا لا لا، ايوه كده بقى. هنشرح بقى على عمود الكردان. تمام. طبعا عمود الكردان ده هو طبعا من الركنه شويه. مش مشكله. تمام. هوريك انا دلوقتي حاجه كويسه خالص. ده عمود كردان بتاع عربيه مضل عالي. اقوم انا بقى عشان اخد الايه. خليك زي ما انت. لا انت خليك انت زي ما انت ماشي. تمام. ماشي معاك. تمام كده. لو بصينا هنلاقي في خطوط اهو. ده مكان الألسية، في خطوط اهو. تمام. مكان الألسية ماشي. في خطوط. ده هنا كده بعد احترامي ليك، لو مديت ايدك كده هتلاقي فيها عالي وواطي. تمام. اللي هي الخطوط التجرحه دي. تمام. دي بتبات على ايه؟ دي بتبات الألسية الاول. طبعا الألسية بيبقى راكب في ديل الفتيس. تمام. وبعد ديل الفتيس بعد الألسية، بعد ما بتبات في الألسية، بتبات في الجلبه وعمود الإدارة طبعا في النص هنا اللي هي بتعشق فيه. تمام. القله دي وظيفتها ان هي بتدخل في عمود الإدارة. بعد عمود الإدارة منعا للزيت ان هو ينزل من الفتيس الألسية. طب اللي حاكم القله دي في ديل الفتيس ايه؟ الجلبه الألمونيا اللي بتبقى في ديل الفتيس. تمام. الجلبه الألمونيا لما خططت هنا عملت تآكل. الجلبه الألمونيا اتاكلت اللي في ديل الفتيس. بدأ يجيب زيت. يعدي زيت على الألسية ما بتحملش. يبدأ يروح جايب زيت. ده كل حاجه شرحه نفسها يعني. تمام. كل حاجه شرحه نفسها. انا ليا ان صاحب العربيه نفسه يستفاد. تمام. طب انا عشان امنع المشكله دي بروح جاي مثلا على كردان مثلا عند حسام زي كده، او كردان من عند اي حد عامه. هو ده كردان قديم عشان ما حدش يقول لك ان لا اخد القله من عندي. بروح جايب القله دي واروح جايب عليها جلبه لديل الفتيس. عايز تغير قله ومدفع اللي هو ديل الفتيس مفيش اي مشكله خالص. تمام. بس انا بوفر لك اللي هو بدل التكلفه ما تبقى عاليه، لا بجيب لك حاجه على القد. حاجه على القد ازاي؟ ان هو انت معروف ان احنا عندنا الحمد لله رب العالمين ان احنا بتاع الغلابه. مفيش مشكله زي ما الناس بتقول. ربنا يكملها بالستر. انا هوريك دلوقتي الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر. تمام. ده طبعا هات لي مدفع يا باشمهندس. القله دي بتبات هنا كده. تمام. خدت وعطت اهي. تمام. طالما خدت وعطت كده الجلبه بتاعتها اتاكلت. خلاص على كده هيبدا يجيب زيت من الألسية غصب عنه مش بمزاجه. يعني غصب عنه مش بمزاجه. تمام. بنعمل ايه بقى؟ بنروح هنا كده. انت لو خدت بالك هتلاقي ان مفيش جلبه هنا يبقى في جلبه هنا كده، جلبه ألمونيا. انا ناطرها من المدفع ده. تمام. عشان خدتها لحد تاني يعني كان ظروف الله يصلح حاله. ماشي. تمام. ومشينا له الدنيا يعني مشينا له العمل. تمام. الجلبه بتبقى راكبه هنا. نروح نطرن الجلبه ونجيب لها جلبه جديده. بتتباع جلبه جديده وبيتغير القله دي اللي هي بتاع عمود الكردان مع قلصان ضيف محترم. منع الزيت على كده. هي هنا المشكله. منع الزيت على كده خلاص. تمام. يعني منع الزيت على كده خلاص. تمام. الموضوع من كده.
خلاص تمام. تمام.